بنشوفه وهو في الميه وبيعوم وبيغوص في الميه، وهو تحت الميه بيشوف شرخان وهو جاي بيشرب من الميه وبقه كله دم، ففضل تحت الميه وثبت رجليه على الارض علشان ما يطلعش فوقيها. واول ما مشي شرخان موكلي طلع جري بسرعه وكان نفسه هيتقطع، وشرخان بيحس بيه وبيجري وراه، بس موكلي بيقع في الفخ اللي كانوا عاملينه البشر. وبنشوف ان باجيرا سمع صوت موكلي وهو بيصرخ، وبعد كده شرخان بيمشي وبنشوف حاجه نازله طويله وبتلف حوالين موكلي وبتطلعه لفوق، وبنعرف ان دي زلومه الفيل. وبعد ما طلعه بص للفيل ولقى ان نابه كان مكسور، وباجيرا بيوصل لكن بيخاف انه يقرب من موكلي والفيل موجود، فالفيل بيمشي وباجيرا بياخد موكلي وبيطلع يجري. وبعد كده بنشوف باجيرا وهو بيقول لموكلي ان الناس دي هنا علشان يصطادوا النمر اللي بيخلص على حيواناتهم، لكن صعب جدا لان شرخان ذكي ومش بالسهوله دي حد يصطاده، علشان كده أأمن مكان ليك ان انت تروح على قرية البشر. فموكلي بيسأله ليه اروح؟ قال له علشان انت بشري. فموكلي